عليكم. النهارده هنجرب مع بعض السوكاني الثلاث ستات الخلاط الجديد اللي مكسر الدنيا. وبما ان هما بيقولوا ان هو بيفرم التلج، فاحنا قررنا ان احنا نعمل فيه سموزي غريب شويه. النهارده هيبقى سموزي ما بين الجزر والبرتقال. البرتقال احنا عملناه في الفيديو اللي فات في العصاره. خلينا نجرب دلوقتي موضوع الجزر ونشوف اخباره ايه. نجرب مع بعض ونقول بسم الله. الخلاط عباره عن 8 سرعات، فخلينا ناخدها واحده واحده كده ونشوف ايه الاخبار. طبعا مش هننزل دلوقتي اساسا عامل ازاي، لان هي فعلا انطحنت بشكل جامد. هنفرغها دلوقتي مع بعض في كوبايه ونشوف مع بعض ايه الاخبار. تلج معظمه اتبشر، مبقاش فاضل فيه غير قطع صغيره. وزي ما احنا شايفين الجزر وهو تعتبر اعنف حاجه ممكن نحطها فيه بقى عصير فعلا. فالموضوع ما طلعش اي كلام ولا حاجه، وكنا سعداء النهارده بيه جدا. خلونا بقى في الفيديو دلوقتي نجرب المطحنه بتاعته كمان ونشوف ايه الاخبار. كده احنا خلصنا اول حاجه في خلاط سوكاني الثلاث ستات، وهنبدا دلوقتي نجرب المطحنه ونشوف اخبارها ايه. معانا فلفل اسود نجرب نطحنه فيها ونشوف. عايزه اقول لكم الموضوع فعلا ما خدش ثواني وبقى باودر تماما من جوه. فالخلاط ده بصراحه النهارده جميل قوي معانا، وان شاء الله المره الجايه هيكون معانا منتج جديد بنكلمكم عنه.